السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. فيلمنا بيبدأ مع جون اللي بيصحى من النوم وبيتفاجئ إن أهله مش موجودين في البيت، فبيغسل وشه وبيفتح التلاجة عشان يشرب، وبيلاقي ورقة مكتوب عليها خليك قاعد في البيت يا حمادة. ولأنه يوتيوبر جيمنج بيفتح الكمبيوتر وبيلعب مع أصحابه أونلاين، فأصحابه بيقولوا له أنت إزاي الدنيا مقلوبة عندك في المدينة بتاعتك وقاعد بتلعب عادي كده؟ فبيتخض ويشغل التلفزيون عشان يشوف الدنيا فيها إيه، ولما بيبص من الشباك بيتفاجئ بالمنظر ده. وبيشوف أمه بتدور على بنتها وبتفرح لما بيتقابلوا، وبيفرح أكتر لما بيلاقي البنت الصغيرة بتحضن أمها جامد، فبيتفاجئ إنها اتحولت لزومبي وبتعضها، وبيسمع صوت غريب قدام الباب وبيحاول يشوف مين اللي بيعمل الصوت ده. وأول ما بيفتح بيتفاجئ بجاره داخل يستخبى عنده، فبيقول له اوعى يكون حد عضك، وفعلا بيكون في زومبي عضه بس كذب عليه وقال له لا، وطلب منه يخش الحمام عشان مزنوق. واثناء ما كان جاره في الحمام جون لقى المذيع بيحذر الناس من التعامل مع اصدقائهم، فمسك السكينه وقال له لو ما طلعتش بره دلوقتي هموتك. وهو خارج تحول لزومبي فجاء عليه وزقه بره الشقه وقفل بسرعه، وبيجي زومبي تاني وياخده علشان ياكله على العشاء. وهنا جون بيحاول يأمن نفسه ويحط التلاجة قدام الباب، وبيحاول يتصل على اهله لكن مفيش شبكه، ويسمع المذيع بيقول اعملوا حسابكم في اكل وشرب يكفيكم لمده شهرين. فبيطلع الاكل اللي موجود في التلاجة ويلاقي ان يدوب هيكفيه اسبوعين بالعافيه. واثناء ما كان بيقلب في الانستا لقى ناس طالبين المساعده، فقرر يعمل زيهم وصور نفسه هو شايل ورقه مكتوب عليها عنوان بيته، وكان كل تفكيره ازاي يخلي الموبايل بتاعه يلقط شبكه علشان الناس تشوف البوست بتاعه على السوشيال ميديا، ويربط الموبايل بتاعه في الطياره اللي بالريموت ويطيرها لفوق عشان يلقط شبكه. وفعلا الفكره نجحت والموبايل يلقط شبكه، لكن لسوء الحظ الشاحن بتاع الطياره خلص. ولما زهق من الوحده اللي هو فيها لعب بابجي علشان يتسلى، وبالليل وهو نايم سمع بنت عماله تصوت، ولما بيبص في الشارع بيلاقيها شرطيه بتحاول تقاوم الزومبي، لكن في الاخر اتلموا عليها وقعدوا يعضعضوا فيها. وهنا جون بيقعد يزعق في الزومبي ويقول لهم امشوا من هنا. ولسوء الحظ الزومبي بيسمعوا صوته العالي ويلفت انتباه الزومبي ويحاول يدخلوا عليه الشقه، وجون يحاول يقاوم على قد ما يقدر ويشغل دماغه في اخر لحظه، وينجح ان هو يطلع الزومبي بره الشقه ويرميه من بره البلكونه، وبعدين قفل الباب كويس عشان يبقى في امان. بس اللي زعله ان الاكل اللي كان مخزنه وقع كله على الارض. هو بيمر عليه 7 ايام وهو محبوس في الشقه، بس بيكون متابع الاخبار عشان يعرف الدنيا فيها ايه، وبيفتح الميه علشان يشرب، بيتفاجئ انها قطعت. في الحاله دي مفيش قدامه غير ان هو يشرب كحول علشان ما يموتش من العطش. وبالليل وهو بيراقب تحركات الزومبي شاف المسدس بتاع الشرطيه اللي اكلوها، فحفظ مكانه عشان لو نزل ياخده. وبعد شويه بيتفاجئ بخبر حلو من اهله ويقولوا له انهم لسه عايشين، فحاول باي طريقه يلقط شبكه علشان يطمن على اهله، لكن الزومبي شافوه بيطلع من الشقه، واول ما لقاهم جايين بيحاول يفتح الاسانسير ويتفاجئ ان في زومبي مستخبي منهم وما يطلعش اي صوت عشان ما يحسوش بيه. واثناء ما كان ماشي بهدوء اتفاجئ بواحد وراه، بس لحسن الحظ الزومبي ده يكون أعمى وما بيشوفش. والمشكلة هو داخل الشقة الباب بيعمل صوت، ولما بص من العدسة لقى الزومبي الأعمى بيحاول يفتح الباب عليه، لكن جون قفل الباب بقوة والزومبي بيزهق وبيسيبه ويمشي. ولما جه عليه اليوم العشرين يزهق جدا من حياته ويقرر ينتحر، وقبل ما ينتحر صور نفسه فيديو بيحكي فيه قصته، وبيدخل راسه جوه الحبل، وقبل ما يموت لقى الليزر أحمر متوجه عليه، فبيفك نفسه في آخر لحظة علشان يشوف الليزر جاي من فين، ويتفاجأ إن هو جاي من بنت ساكنة في العمارة اللي قصاده. فبيفرح جدا لما بيلاقيها، والبنت دي محبوسة في الشقة زيه، وكانت عاملة حسابها ومجهزة فخ قدام الباب عشان لو زومبي دخل. وتاني يوم أول ما صحت لقت زومبي بيحاول يدخل، لكن الفخ قتله. وبعدين بتطمن على جو، لكن بتلاقيه حاطط إيده على بطنه وعمال يتوجع، ففهمت إن هو جعان جدا، وربطت حبل في الكورة وحاولت تحدفها على جو، بس المشكلة إن المسافة بعيدة بينهم. وجون شغل دماغه وربط حبل في الطيارة وبعتها لها، خدت الحبل وعملت وصلة بينهم عشان يبعتوا من خلالها الأكل. وأثناء ما جون بياكل اتفاجئ بزومبي ماسك في الحبل اللي كان ربطه في الكورة، والمشكلة إن الحبل كان مربوط في الترابيزة، فشده بكل قوة فالترابيزة فضت فيها واغمى عليه، ويفضل يتسلق العمارة عشان يوصل لها. وهنا جون يحاول يعطله ويفضل يحدف جزاز تحتيه، وقبل ما يوصل الشقة بعت له الطيارة علشان تضايقه، لكن
الزومبي بيطلع ذكي ويكسرها. في آخر لحظة بتفوق يويو وبتضرب الزومبي. وبالليل جون بيقرر يطلع من شقته وبيدور على الأكل عند جيرانه، وبيدخل بكل هدوء شقة جاره ويلاقي أكل في التلاجة، ويتفاجأ بزومبي بيهجم عليه لكنه فلت منه ورجع استخبى في شقته. وتاني يوم يويو اتفاجأت إن الزومبي طالعين يهاجموا عليه علشان هي قتلت بتاع المطاف. وهنا يويو بتقول كده كده خربانة، وجهزت نفسها علشان تنزل من الشباك في الناحية التانية، وجون برضه بيجهز نفسه عشان ينزل معاه. وبدأت المعركة. ودخلوا العمارة في آخر لحظة، طلعوا في الأسانسير وأثناء ما كانوا ماشيين اتفاجئوا بزومبي وراهم، فحاولوا يفتحوا الأبواب بسرعة لكن معرفوش يفتحوا ولا باب. ومرة واحدة كده باب بيتفتح ويشدهم لجوه وينقذهم ويديهم مية وجابلهم أكل، وقال لهم إن في طيارات إنقاذ بتلف في المدينة وهيوصلوا في أي لحظة. وبعد شوية جون أغمى عليه ويويو حست بدوخة واغمى عليها كمان. وبنفهم إن الراجل ده حطلهم منوم في الأكل علشان يأكلهم لمراته اللي اتحولت لزومبي. وبدأ بيويو وشدها جوه الأوضة اللي فيها مراته، وخرج في اللحظة دي ومراته الزومبي بتهجم على يويو. وهنا جون بيفوق ويهدد الراجل بالسلاح عشان يطلع صاحبته من جوه الأوضة. ويويو كانت عمالة تصرخ وبتقاوم لكن مرة واحدة كده الصوت بيختفي، فبيفتح الراجل الأوضة عشان يطمن على مراته. ويويو كانت بتعيط وقالت له لازم تقتلني، ففهم ان الزومبي عضتها وقرر يقتلها قبل ما تتحول. وفي اخر لحظة سمع صوت طائرة الانقاذ وصلت، فبتكون اخر فرصة ليهم عشان يعيشوا. وبيحاول باي طريقة يطلع على السطح عشان يلحق الطيارة. وبيطلع بره الشقة وبيقابل الزومبي في وشه، وبيضرب فيهم واحد ورا التاني ويزق عربية السوبر ماركت وياخدهم في وشه كلهم، ويمسكوا يويو وهم طالعين السلم. لكن جون بيزحهم كلهم بالعجلة، وبعد ما يطلعوا على السطح مش بيلاقوا حاجة وبيفقدوا الأمل، والزومبي بيهجم عليهم ويكونوا هيهلبوا من فوق العمارة. لكن في آخر لحظة تظهر الطيارة وبيضربوا الزومبي، وبعدين بياخدوهم في الطيارة ويمشوا. وجون بتجيله رسالة من أهله علشان يطمنوا عليه ويعرفوه إنهم عايشين. وجون يعرف قائد الطيارة إن يويو مصابة علشان يلحقوها بالمصل قبل ما تتحول. وهنا نفهم إن طيارة الإنقاذ عرفت مكانهم بسبب البوست اللي نشره جون على السوشيال ميديا، وكتب فيه عنوان السلام عليكم يا ابن عمي. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة علشان الفيديو ده أنا تعبت عليه جدا. سلام.